صديقي اللي بيشوفني دلوقتي مهتم ان ياخد شقة سواء من وزارة الاسكان او ياخد شقة هو يثق ان سعرها العادل في السوق وكمان تكون مضمونة لو هياخدها من شخص او من مطور عقاري كشركة عقارية بتبيع شقق. انا هنا النهارده بقى علشان اخليك انت المطور العقاري، وهعوضك باذن الله عن قرعه وزاره الاسكان اللي انت مش عارف تاخد فيها شقه، وهكون معاك خطوه بخطوه هعرفك يعني ايه اتحاد ملاك وازاي تاخدوا شقه بسعر التكلفه مع بعض، وكمان اوضح لكم اتحادات الملاك المتوفره في القاهره الجديده وفي مدينه العبور وكمان مدينه بدر. يلا بينا نبدا حلقتنا بدون كلام كتير. هاني الخميسي وده الكلام في المفيد. السلام عليكم، يا اهلا ومرحبا بكم. يلا بينا مع بعض ندردش دردشه خفيفه يعني ايه اتحاد ملاك وازاي ننفذ الفكره دي وهل هي فعلا تستحق ولا لا. بص يا صديقي، بكل بساطه اتحاد الملاك يعني مجموعه افراد مع بعض. الافراد دول ممكن يكونوا 4 افراد، يعني افتراضا عشان ناخد عماره فيها 4 شقق و6 و8 و12 و16 وهكذا. الافراد دول ممكن يكونوا اصحاب مع بعض في الشغل او معارف او جيران او اقارب، مفيش مشكله. كل مجموعة مع بعض تقدر تعمل الفكرة دي، ولو حضرتك او 2 زمايلك مش هتعرفوا تعملوا الفكرة دي تقدر تستعين بحد تثق فيه يجيب لك ناس معرفة وتكملوا مع بعض الفكرة. وممكن تلجأوا لحد سبق ليه التعامل في الحاجات دي يساعدكم تكونوا المجموعة، وده اللي احنا بنعمله بفضل الله عز وجل من خلال جمهور كلام في المفيد وهاني الخميسي. وبفضل الله طبعا القناة بتاعتنا على اليوتيوب تخطت 100,000 مشترك، وصفحتنا على الفيسبوك تخطت 240,000 متابع، وحسابنا على التيك توك تخطى 105,000 متابع، وقناتنا على التليجرام داخله في 40,000 مشترك. وبفضل الله عز وجل وحده وبدون دخل منا احنا سعينا واجتهدنا واخدنا بالاسباب، وكان التوفيق والنجاح من ربنا عز وجل. داخلين في ال5 سنين على السوشيال ميديا بنحاول نفيد الناس بمكتبه قانونيه محترمه عن كل طروحات وزاره الاسكان. وبخصوص بقى الموضوع بتاع اتحاد الملاك جه بسبب طروحات وزاره الاسكان، لان طبعا ما دام ذكرت وزاره الاسكان يعني مصدر الثقه كلها. الدوله بقى انت هتتعامل مع الدوله في الدنيا امان. طيب بقى الاشكاليه جايه من هنا، اغلب المصريين كلهم بيثقوا في الدوله ووزاره الاسكان وعايزين ياخدوا حاجه من الدوله، ففي فئه بسيطه بتفوز عشان عدد الوحدات اللي بتكون مطروحه قليله او محدوده، وفي عدد اكبر ما بيفوز. العدد اكبر اللي مش بيفوز بيحاول يشتري من السوق العقاري فبيلاقي السعر مبالغ فيه، سواء يشتري شقه ريسيل واحد فاز بيها او يشتري بقى من السوق واحد بيبيع شقته اهالي من شركه مطور عقاري، فهو بيحسب السعر فبتلاقي الدنيا عليه عاليه. وهنا بقى فكره اتحاد الملاك بتحل الاشكاليه دي، ان بكل بساطه انت بتصنع حاجتك بايدك على هواك ومزاجك، وبتخطط كده انت ودايره اتحاد الملاك اللي معاك، سواء كنتوا بقى الاقارب او المعارف او احنا ساعدناكم وجمعنا المجموعه دي. فالموضوع جميل وهيخليك في الاخر تاخد شقه بسعر التكلفه فقط بدون اي هامش ارباح، وهتلاقي فيه توفير كبير جدا جدا عن سعر السوق، وكمان معاه مميزات اضافيه ان حضرتك بتمتلك الجراج وبتمتلك الروف، وكمان بتاخد حاجه اتعملت وفقا للبنود الهندسيه الصحيحه بدون بقى اي تخفيف في الاحمال او في المصنوعيات او الى اخره. طيب بقى لو فكرنا فعلا ان احنا ناخد خطوه وعايزين نعمل اتحاد ملاك، قطعة الأرض هنجيبها إزاي وسعرها كام وفي أي مدينة؟ بكل بساطة الأرض موجودة في كل المدن، وهنبدأ مثلا بمدينة بدر. هتلاقي قطعة الأرض هناك بتبدأ من 2 مليون جنيه تقريبا، بس القطعة اللي هي في حدود 276 متر اللي هي ممكن تبني لك 4 شقق، وانت طالع بقى 3 مليون 4 مليون 5 مليون 6 مليون. نطلع شوية بالمستوى هنخش على أكتوبر الجديدة، هتلاقي برضو 5 مليون 6 مليون 7 مليون. تدخل على حدائق أكتوبر حوالي 6 مليون 7 مليون 8 مليون 9 مليون 10 مليون. وزيها بالظبط مدينة العبور تبدأ كده 6 7 8 9 10 مليون. تدخل على القاهرة الجديدة هتلاقي الأسعار في حدود كام؟ حدود 8 مليون 9 مليون 10 مليون 12 13 20 مليون وانت طالع بقى.
ده بيحددوا ايه؟ بيحددوا المدينه والحي جوه المدينه ومساحه قطعه الارض والتميز بتاع قطعه الارض. فانت بتشوف الحاجه المناسبه ليك والمساحه المناسبه ليك اللي هتديك في الاخر مساحه الشقه اللي انت بتبحث عنها. تقدر توفر الارض دي ازاي؟ موجوده على النت، منتشره جدا، موجوده في كل المكاتب العقاريه في كل مدينه، بكل سهوله تقدر تبحث عن قطعه ارض. ولو حضرتك برضو محتاج قطعه ارض تقدر تتواصل معانا ونساعدك ونوفر لك قطعه ارض مناسبه. وبعد ما بنشتري قطعه الارض هنقسمها على المجموعه مع بعض. فالدنيا بتبقى بسيطه جدا وكل واحد بيدفع السهم بتاعه، والارض البايع بيبيع لكم انتوا كمجموعه مع بعض وبتتسجل باسمكم مباشره. فانتوا كده ملاك قطعه الارض من البدايه مع بعض. نيجي بعد كده للتكلفه الانشائيه. بكل بساطه بيكون في شركه مقاولات ومهندس مشرف بيبداوا يتولوا الموضوع بالكامل. الموضوع ده بيبقى معروف وليه ضوابط، معروف السقف ده هياخد قد كده، العمدان هتاخد قد كده، القواعد هتعمل قد كده، المبنى كله هياخد قد كده. دي حاجات شبه ثابته في السوق. فبكل بساطه هتقدر تعرف الكلام ده لو سالت مهندس واثنين وثلاثه، هتلاقي التكلفه تقريبيه. بس اهم حاجه حد تثق فيه علشان كل حاجه تتعمل وفقا للاصول الهندسيه السليمه. طيب يا صديقي، لو انت عايز تدخل بقى في اتحاد ملاك هو اتعمل الدراسه ليه وكل حاجه بتاعته جاهزه، بقول لك في الوقت اللي انا بسجل فيه الحلقه دي في 3 اتحادات ملاك جاري تنفيذهم بالفعل او جاري تكوينهم. اتحاد ملاك في القاهره الجديده وفي مدينه العبور الجديده وفي مدينه بدر. خلينا نبدا بالقاهره الجديده. القاهره الجديده اتحاد الملاك المستهدف والجاري تكوينه بيتكون من 8 اشخاص. ال8 اشخاص دول اتجمع منهم فعليا 6 اشخاص، والسابع هيدفع خلاص وهيشترك باذن الله، ومتبقي شقه واحده بس. قطعة الأرض المستهدفة في الاتحاد ده هتكون حوالي 700 متر. ال 700 متر دي عشان تدينا مساحة شقة صافي كبيرة. الشقة في اتحاد الملاك بقى في القاهرة الجديدة هتكلفنا كام؟ هتكلفنا في حدود 2 مليون ونص، يعني لو عليت شوية ممكن توصل ل 2 مليون 800، في ظل ان سعر الشقه في السوق العقاري الشقه اللي احنا بنتكلم عنها دي بيتراوح سعرها من 5 مليون ل 6 مليون. متوسط سعر المتر دلوقتي بيتباع في التجمع 18 و20 ألف سعر الكاش و24 ألف متوسطه لو قسط، وزود بقى انت كمان في بعض الاماكن بيبقى السعر 27 و28 ألف. انت الشقه هنا مش هتكلفك الا تقريبا حوالي 2.5 مليون 2 مليون و800. الشقه بقى المتوفره ايه؟ شقه في الدور الارضي مرتفع ومعاها جاردن خاصه بيها، وكمان حضرتك هتكون صاحب الجراج وصاحب الروف. الشقه دي هتكون مخفضه بنسبه 250 ألف جنيه عن باقي الشقق في العماره او بنسبه 7%. يعني المعامله الافضل ليك هتستفيد منها ال 7% اكتر، هتستفيد ب 7%. ال 250 ألف اكتر هتستفيد بال 250 ألف. شقه في الدور الارضي مرتفع، فرصه كويسه لو انت عايز تشترك فيها. ولو انت محتاج دور متكرر سجل مع فريق العمل على الارقام اللي بتظهر معاك دلوقتي على الشاشه، وان شاء الله تعالى هنقفل الاتحاد ده وهنبدا بعد منه باذن الله اتحاد جديد، وهنجهزه وفقا للطلبات اللي جايه في المساحات وفي الاسعار باذن الله. اما الاتحاد الثاني بقى اتحاد مدينه العبور الجديده، والاتحاد ده تم الاعلان عنه من يومين بس، وهيكون ممتد معانا لمده شهر تكوين الاتحاد، ومتوفر فيه اكتر من شقه وفي ناس حجزت بالفعل. فحضرتك تقدر تبادر في الحجز في شقه في اتحاد الملاك ده، وهتستفيد بشقه مساحتها كويسه لان احنا بنستهدف قطعه ارض حوالي 500 متر. يعني الشقه صافي ممكن توصل 130 متر 135 متر، اللي هي في السوق بتتباع 170 متر و180 متر كمان. سعر سهم الارض هيكون مرتبط بالمكان اللي احنا هنشتري فيه. احنا عندنا حوالي 6 مسلسلات تقريبا في العبور الجديده وكمان منطقه بيت الوطن. مسلسل 1 و2 هما الاكثر انشاء والاقرب للسكن، وفي مسلسل 3 و4 و5. فاحنا بنستهدف ان احنا ناخد حاجه في مسلسل 1 او في مسلسل 2، ومفيش ما يمنع ان احنا ممكن ننزل شويه ونشوف مسلسل 3 او 4 او 5 او 6 وناخد قطعه ارض حنينه شويه في السعر. ولكن الدراسه التقريبيه دلوقتي بنقول مسلسل 2 بقطعه ارض حوالي 7 مليون جنيه. هيتقسم ال 7 مليون دي على 8 اشخاص، يعني سهم الارض تقريبا حوالي 900 الف جنيه، ودي هتكون مطلوبه كاش لان حضرتك هتتعاقد والارض هتتسجل باسمك مباشره مع المجموعه. وبعد كده سهم الانشاءات هنقسمه بقى يا سنه يا 2 يا 3 على 5 دفعات او 10 دفعات او 16 دفعه، كل شهرين دفعه. الدفعه بتبدا ب 140 الف جنيه او 70 الف جنيه او تقريبا حوالي 44 الف جنيه حسب المده اللي انت عايز تشترك فيها وتختار اتحاد الملاك ده. فانت حضرتك ممكن تحسب الامر ده كويس وهتلاقي الشقه موفره عن سعر السوق
السوق ما يقارب ال1,000,000 جنيه، وكمان معاه باكية جراج وغرفة تخزين ومع حصة روف. اما اتحاد الملاك بقى اللي هو الثالث والاخير اللي معانا، اتحاد ملاك في مدينة بدر، وحضرتك تقدر ان شاء الله تعالى تشترك في اتحاد الملاك ده ب 300,000 جنيه بس. 300,000 جنيه ده سهم التعاقد، لان احنا هنا ان شاء الله هنوفر قطعة الارض، وبعد كده حضرتك هتدفع دفعات على سنتين، كل شهرين دفعة. قيمة الدفعة حوالي 150,000، يعني الشقة هتكلفك في الآخر حوالي 1,500,000 جنيه. الشقة إن شاء الله هتكون في موقع متميز وحيوي كمان قريب من الخدمات. واتحاد الملاك في بدر يعتبر وهيوفر لك أرخص شقة موجودة في السوق، لأن حضرتك سعر الأرض في بدر لحد ما هادي مقارنة بأسعار الأراضي في المدن التانية. اتحاد الملاك في مدينة بدر مختلف عن الاتحادات في المدن التانية، لأن احنا هنوفر قطعة الأرض بإذن الله، وحضرتك هتدفع جزء بس من سهم الأرض، يعني مش هتدفع سهم الأرض بالكامل. فهتلاقي 300,000 هتبقى حنينة بالنسبة لك، وإن شاء الله هتاخد شقة محترمة جدا في عمارة خدمت تنفيذيا وهندسيا صح، وهتكون متشطبة خارجيا وسلالم ومداخل ورخام وأسانسير كمان، ومعاك باكية الجراج وغرفة التخزين وحصة بروف. كل الاتحادات دي كويسة جدا جدا، وفكر فيها وشوف البديل في السوق عامل ازاي. ولو اقتنعت يا صديقي تواصل مع فريق العمل على رقم مبادرة إنجاز اللي هو شقة بسعر التكلفة واللي بيظهر معاك دلوقتي على الشاشة. فكرة اتحاد الملاك فكرة فعلا كويسة، سيبك من هاني الخميسي خالص ونفذها مع حبايبك ومعارفك وأقاربك أو أصدقائك في الشغل، وشوفوا مستشار قانوني ينظم لكم الحقوق والالتزامات فيما بينكم، وتقدروا ترجعوا لنا في الشق القانوني، وممكن تستعينوا بينا في الشق الهندسي بس أو الشق التنفيذي، أو نوفر لكم قطعة الأرض. مش حكر على هاني ولا غير هاني، الموضوع كويس جدا جدا ويستدعي انك تعمله، واتمنى فعلا انك تعمله، لانك هتحس بفرق كبير جدا وهتبقى مرتاح نفسيا، وهتلاقي فعلا فرصة سكن موفرة او فرصة استثمار مربحة. وبس كده يا صديقي، اقول لكم دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.